بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. لو اول مرة تتابعيني يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك. النهاردة ان شاء الله هيكون فيديو خفيف كده بتاع ترتيب الدولاب بتاع اللي هي أوضة النوم. نبدأ كده مع بعض. طبعا الفيديو اللي قبل ده كان اللي هو دولاب الأطفال بتاع الدولاب الصغير، ترتيب الدولاب الصغير. اللي مشافوش هيلاقيه تحت في القناة. دول كان اللي هي الحاجات اللي كانت في دولاب الأطفال، الملايات والحاجات اللي كانت في دولاب الأطفال اللي كنت وريتها لكم. قلتلكوا ان انا هحطها في دولاب النوم، في دولاب أوضة النوم يعني وكده. فهبدأ بقى أرتب رف رف معاكم بطريقة سهلة كده وبسيطة. هنا طبعا الرف بتاع الهدوم الخروج بيبقى على طول مرتب، لان طبعا لما حاجة بتتوسخ برجع ان انا احطها على الشماعة، فالدولاب بيفضل مترتب يعني. ولكن برضو هنا تحتي كده بيبقى حاطة مخدات صغننة وحاجات كده وقعت او كده، فبرضو هشيلها وارجع ارتبها معاكم. فصلوا كده على النبي عليه الصلاة والسلام، ونبدأ كده رف رف مع بعض. اول رف بمسك بقى كده اشيل اللي هو الحاجه اللي انا بحب احطها دي، اللي هو المفرش اللي انتي بتبقى فرشاه بيبقى تحتيه تراب، فتشيليه وتمسك بقى المقشه وأقوم رايحه كنساه وحاطاه تاني. حطيت بقى الحاجات اللي انا مش بحتاجها قوي، لان طبعا الرف الاخير كوبرتا وحاجات مش محتاجاها قوي يعني، فحطيتها هنا في الرف ده. ماشي، نيجي بقى في الرف اللي تاني اللي هو اللي تحتيه، برجع ان انا افضيه. وعملت بقى ايه شبه كده ايه تسريحة كده ليا، لان طبعا حفصة وصلت للتسريحة دي، فمعدتش عارفة ان انا احط عليها حاجة، لان بدأت تطلع الحاجات وتفتحها وتبوظها وتكسرها. فاضطريت ان انا انقل التسريحة كده عندي ايه في الدولاب. اهو زي ما انتوا شايفين شلت الحاجات اللي فيها وكنستها وحطيتها تاني. وزي ما قلت لكم كده حطيت الاكسسوارات، حبه اللي هو المكياج بتاعي والحاجات اللي هي الرفايع دي. كان عندي العلبه دي كانت جايلي هديه، حطيتهم فيها، لميتهم وحطيتهم فيهم عشان ميتنطروش كده ويضيعوا. وحطيت ايه تاني، وعندي هنا حبة اللي هو الجلابيات والعبيان والحاجات دي، حاجات كده مش بستعملها قوي، بس قلت للاحتياط يعني. طبقتهم وحطيتهم برضو في الرف ده. طبعا وانتي بتنضفي الدولاب لو في اي هدوم مش محتاجاها مش هتستعمليها، ياريت تديها لحد يعوزها او حد عايز يستعملها يعني يستفاد بيها يكون احسن. منها هو يستنفع بيها، ومنها هتفضي مكان يعني. خلي الدنيا كده ايه، الحاجة اللي موجودة هي اللي انت هتستعملها وبس. تمام كده بس. والرف اللي تحت طبعا انا كنت يعني مظبطاه يعني، هوريهولكم برضو. عامله هنا رف اللي هي عامله اللي هي بتاعت الشنط، جميله قوي بجد يعني. بتحافظ لك على الشنط، كنت بفضل اقعد احطها هنا او اعلقها على الشماعات فبرضو تتبهدل. اما اللي هي حافظه الشنط دي اللي هي اللي بوريها لكم دي، بحط في كل رف كده شنطه، وساعات بحط 2 زي ما انتوا شايفين كده، بتاخد برضو بس على الاقل ليها مكان. وعملت شماعة هنا حطيت على الخمارة والنقاب بتاعي، برضو عايزة ابقى اجيب شماعة جديدة كده اللي هي المدورة او اللي هي بتاعة البناطيل دي. قولي انهي احسن للخمارة يعني وكده. بس وهنا بقى الهدوم في الاول كده هدوم زوجي، وبعد كده هدومي. وبقول لكم برضو للهدوم اللي هي الطويله، يعني اللي هي مثلا عندك دريل او عندك حاجات دي بتبقى طويله كده وبتنزل تحت، يعني هاتي الطرف بتاعها وحطيه على الشماعه تاني، متخليهاش نازله كلهم تحت، خليهم كلهم حاولي ان هم يبقوا قصيرين كده، مش هيتبهدلوا مش هيتكرمشوا تحت كده، وهيبقى الشكل احسن. مش كده تمام. بس وفضيت من تحت زي ما انتوا شفتوا كده، حطيت كل حاجه في مكانها، وحاولت ان انا ارتب كده واخليه شكله حلو. حطيت كده عندي مخده قلب، حطيت اللي هي بتاعه الدبابيس، حطيت معرفش ايه، المهم يعني حاولت ان انا ازينه كده ويبقى ايه الجنب ده تمام. الجنب اللي برضو اللي في النص هبدأ برضو اللي انا اعمله ده كان متكركب اكتر، لان انا كنت حاطه الصيفي مع الشتوي، مش مع الشتوي يعني، حاطه رف صيفي ورف شتوي يعني، حاطهم ما عينتش حاجه يعني. لكن هنا بقى هبدأ طبعا ان انا اشيله كله، وهشيل الصيفي اطلعه، وهخلي بس الشتوي.
هامسكهم إن أنا أطبقهم وأظبطهم. هتشوفوا مع بعض. أول رف عملته بعد طبعا ما شيلته ونفضته وعملت اللي أنا قلتلكوا عليه. أول رف هعمله للملايات، هعمله للملايات بتاعتي. كل ملاية كده حطيها مع بعض مع حاجاتها مع خداديتها مع مخدتها عشان لما تيجي تستعمليها تلاقيها كلها، متقعديش تدوري على كل حاجة ليها. ماشي تمام. وتاني رف بتاعي برضو هطبقه واظبطه، وتالت رف بتاع برضو زوجي برضو هطبقه واظبطه. هتشوفوا كل ده هنا. والرف الأخير هنا مفهوش أي حاجة، في حبة بتاع فوط أنا لسه مستعملتهاش، في حبة فوط لسه مستعملتهاش مطبقاها بس، وحاطة شنطة كده ايه بستخدمها لما اكون رايحة في حتة او كده بحط حاجات الأولاد فيها. بس كده. روتين خفيف وظريف كده. ولو لسه معملتيش الدولاب لا قومي اعمليه كده وظبطيه ونضفيه. ولو وصلت لغاية هنا في الفيديو متنسيش بقى اللايك الحلو بقى وتعليق كده حلو زيكم عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. ولو في اي افكار ياريت تقولولي عليها وتساعدوني. ومتنسوناش من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.